في الحقيقة يعني عندما يتعلق الموضوع بالكرد، وضع الكرد مختلف كليا عن موضوع الصراع الشيعي السني طبعا، وهذا ما يثير حفيظة تركيا. يعني الأحداث الأخيرة التي حدثت في سوريا، يعني ورأينا كان هناك يعني استعداد، سمعنا عدة أخبار يعني من عدة قنوات بأن الجيش السوري على أهبة الاستعداد على الحدود العراقية، يعني كثر الحديث، لكن الحقيقة كانت على شكل ثاني. كان هناك مخطط تركي بقيام الجيش الوطني الذي كان يدعى بالجيش الوطني، أي العمشات والحمزات وسيف بولاد إلى آخره، المجموعة التي تدعمها تركيا، أن تقوم بعملية عسكرية في الحسكة. لكن نتيجة عملية الاندماج وعملية الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، سيد شرع استطاع أن يخرب هذا المشروع من خلال يعني قام بعزل أبو عمشة وعينه نائب قائد فيلق، يعني أي همشه. وبنفس الوقت ربما تكون بالمستقبل يعني مساعي تركيا وجدت بأن هذه العملية الاندماج لم تكن على مزاجها، فسوف ربما تقوم بكثير من الأمور حتى تقضي على الوجود الكردي أو الوجود التي تسميه تركيا هم بأن قسد هي امتداد وحدات حماية الشعب أو حزب العمال الكردستاني. فتركيا سوف تقوم بشتى الوسائل للقضاء على ما تبقى، مثلا نتيجة الاندماج أن وجود الكردي الآن أصبح جزء من الدولة القائمة. لا استبعد أن تقوم المجموعات المحسوبة على تركيا، أي التيار الإخواني الموجود في دمشق وأيضا ضمن فصائل المدعومة تركيا، أن تقوم بعمليات انقلاب. يعني ربما كانت هناك عملية انقلاب عسكرية كانت ستحدث، إلا أن وزارة الدفاع أو بتوجيه من رئيس الانتقالي شرع قاموا بإفشال هذا الموضوع، وقاموا يعني بلفلفة الموضوع، يعني بحلها بطريقة ترضي جميع الأطراف. يعني ورأينا الانسحابات التي تمت من الساحل، نعلم جيدا يعني أبو عمشة كان قائد فرقة، يعني الآن أصبح نائب قائد فيلق، أي سوف يعني تهمش دوره لأن يقود مجموعات. سوف يكون هناك صراع، يعني للأسف الوضع الكردي مختلف جدا عن موضوع الصراع الشيعي السني. المطلوب من الكرد، يعني أنا دائما أقول أن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع، أن تكون هناك استراتيجية كردية، أن يتم ترتيب البيت الكردي، أيضا أن يكونوا حاضرين في اتفاق السلام الإبراهيمي، يعني أن لا يكونوا مهمشين، أن يعني يتم ينحسبوا على أطراف محددة، أن يكون للكرد دور في مستقبل الشرق الأوسط.